في لعيبه تلمع علشان مهارتها، وفي لعيبه تلمع علشان الفريق كله يلمع. ايفان راكيتيتش كان من النوع التاني، لا صوت عالي ولا شكل استعراضي، بس من غيره اللعبه كانت تبوظ. هو مش انيستا ومودريتش بيتحطوا في تشكيله الافضل في العالم؟ طب تعرف ان انيستا مساهم ب 255 هدف طول تاريخه، ومودريتش مساهم ب 241 هدف طول تاريخه. اما الغلبان اللي معانا فمساهم اكتر بالاهداف، ومساهم ب 266 هدف. حراقه دي صح؟ طب خد دي يا معلم. راكيتيتش لعب 6 مواسم فقط مع برشلونه، على عكس انيستا اللي لعب حرفيا طول حياته مع البارسا، وعلى عكس مودريتش اللي تقريبا لعب اكتر من 12 سنه مع الريال. يعني ايفان لو كان كمل مع نادي كبير كانت ارقامه هتبقى غير كده خالص. في اشبيليه راكيتيتش ما كانش مجرد لاعب وسط، كان قائد، شخصيه وروح وعقل بيفهم امتى يهدي وامتى يضرب. كسب الدوري الاوروبي ولفت نظر اوروبا كلها. طب وبعدين الخطوه الاصعب، برشلونه فريق مليان نجوم، ميسي، تشافي، انيستا، وانت وسط كل دول يا تستخبى يا تثبت انك مهم. راكيتيتش اختار الاصعب، رجع لورا، غطى وضغط وسلم الكره نظيفه، وبقى هو الجسر بين الدفاع والهجوم، اللاعب اللي بيشتغل عشان غيره يبدع. موسم الثلاثيه راكيتيتش كان قطعه اساسيه. وفي نهائي دوري الابطال اول جول في المباراه مش لقطه حظ، تحرك ذكي وتوقيت قاتل. السؤال الاخير اللي حابب اساله لك، هل راكيتيتش كان لاعب عادي ولا واحد من اهم لاعيبه الوسط اللي خدموا غيرهم ودفعوا ثمن ده؟